أهلا بكم. خلونا اليوم نرجع بالزمن ونتكلم عن القوة العسكرية اللي رسمت ملامح إيالة الجزائر لثلاثة قرون. رح نكتشف مع بعض بنية الجيش الجزائري في العهد العثماني، القوة اللي صنعت التاريخ في حوض البحر الأبيض المتوسط. لأكثر من 3 قرون، إيالة الجزائر ما كانت مجرد ولاية عثمانية عادية، لا، كانت قوة بحرية وبرية حقيقية. الكل كان يحسب لها ألف حساب. سيطرت على التجارة وفرضت كلمتها على القوى الأوروبية، وهذا خلاها مركز نفوذ كبير في المنطقة. طيب، السؤال المهم هنا هو: إيش هو سر هذه القوة الهائلة؟ يعني كيف قدرت إيالة الجزائر تحافظ على هيبتها دي كلها لقرون طويلة؟ الجواب زي ما راح نشوف موجود في قلب مؤسستها العسكرية، وهنا ندخل في صلب الموضوع. السر كله كان في هيكل جيشها الفريد، واللي ما كان يشبه أي جيش ثاني في ذاك الوقت. ببساطة شديدة، الجيش كان هو الدولة، والدولة هي الجيش. يعني المؤسسة دي كانت الأساس اللي قامت عليه إيالة الجزائر كلها، وكانت مكونة من جناحين أساسيين بيشتغلوا مع بعض بشكل مذهل. كان عندنا زي ما بنشوف ذراعين: القوة البرية شغلتها تحمل حدود الأمن الداخلي، والقوة البحرية مهمتها تفرض السيطرة على البحر، وكل واحدة منهم إلها هيكل الخاص. الجيش البري أساسه الانشكارية، أما القوة البحرية فكانت تعرف بطائفة الرياص. خلونا نبدأ بالعمود الفقري للإيالة، القوة البرية. وهنا بنتكلم عن الانكشارية، نخبة النخبة العسكرية اللي كانت تحرس قلب الدولة. الانكشارية هذا هو المصطلح المهم اللي لازم نتذكره. دول ما كانوش مجرد جنود عاديين، لا، دي كانت مؤسسة عسكرية محترفة بكل معنى الكلمة. حياتهم كلها كانت خدمة للدولة. كانوا هم صفوة القوات البرية. شوفوا الأرقام دي، شيء مذهل، النمو هائل بصراحة. من 12,000 جندي في عهد السلطان محمد الأول وصلنا ل 110,000 في عهد سليم الثالث. هذا بيورينا كيف القوة دي كبرت وصار تأثيرها ضخم جداً مع مرور الزمن. طيب، مين كانوا الإنكشارية دول؟ أولاً، كانوا بيجوا من كل مكان في الإمبراطورية، وهذا خلق قوة ولائها للدولة مش للقبائل المحلية. مهمتهم الأساسية حماية النظام من أي تهديد. كانوا عايشين في سكنات خاصة فيهم اسمها الأجاقات، وده عزلهم عن باقي المجتمع وخلق لهم هوية خاصة. تمام، شفنا كيف القوات البرية كانت مسيطرة على اليابسة، لكن ماذا عن البحر الأبيض المتوسط الواسع؟ وهون منوصل للذراع الثاني والأكثر شهرة في الجيش الجزائري. خلونا نتكلم الحين عن السياد البحر، القوة البحرية الأسطورية للجزائر المعروفة بطائفة الرياس. طائفة الرياس دي ما كانتش مجرد أسطول عادي، كانت أشبه بنقابة بتجمع أمهر قادة السفن في البحر المتوسط. هؤلاء الرياس كانوا خليط عجيب من البحار المحترفين والمغامرين، وشكلوا مع بعض قوة بحرية الكل كان يخاف منها. سيطرة طائفة الرياس على البحر ما كانت مجرد غارات وبس، لا، كانت استعراض ضخم للقوة والنفوذ. تخيلوا أنهم تحدوا أساطيل أقوى الدول الأوروبية ولأكثر من قرن، خلوا البحر المتوسط أشبه ببحيرة جزائرية خاصة بهم. طيب، بعد ما فهمنا الهيكل العام للجيش، خلونا نتعمق شوية ونشوف كيف كانت الحياة اليومية للجندي العادي. كيف كانت الحياة جوا الأجاقات أو السكنات؟ الأرقام هنا تحكي قصة بنفسها، ما بتورينا بس حجم القوات في مدينة الجزائر، لكن كمان مستوى التنظيم العالي. يعني ثكنة علي باشا لوحدها كانت بتستوعب حوالي 1500 جندي. هذا كان نظام ضخم ومنظم جداً لإسكان الجيش. حياة الجندي كانت محكومة بقواعد صارمة جداً. النظام والولاء كانوا فوق كل اعتبار. الجنود كانوا عايشين مع بعض، بياكلوا مع بعض وبيحاربوا مع بعض. والشيء المثير للاهتمام جداً هو إن الترقية كانت بتعتمد على الأقدمية وبس، مش على الأصل أو العائلة. وهذا معناه إنه أي واحد فيهم كان ممكن يوصل للقمة. وعشان يضمنوا ولاءه الكامل للدولة، كان ممنوع عليهم الزواج لفترات طويلة من خدمتهم. وهذا يودينا مباشرة لهيكل السلطة. كيف كان نظام الترقية هذا يشتغل بالضبط؟ وكيف كان ممكن لجندي بسيط يشق طريقه ويوصل للقيادة؟ هذه الجملة تلخص كل شيء.
المعيار الوحيد للترقية هو الأقدمية، يعني ما في واسطة ولا طبقية، اللي يخدم أكثر هو اللي يترقى. هذا النظام خلق إحساساً بالعدل والولاء داخل الجيش ما كان له مثيل. إذن هذا هو الطريق. المجند يبدأ كيولداش جندياً عادي، مع السنين والخدمة ممكن يترقى ويصير بلوك باشي، يعني قائد وحدة، وفي النهاية قمة الهرم كانت رتبة الآغا، القائد العام للجيش البري كله. مسار مهني واضح ومفتوح للكل. طبعاً كان في حوافز مادية. الجدول هذا بيوضح كيف الرواتب اللي كانت بعملة خاصة اسمها الجندية كانت مرتبطة بالأقدمية. مثلاً الجندي في فئة الخدمة بين 60 و70 كان ياخد 6 جندية. ممكن الأرقام تبان صغيرة، لكنها كانت جزء من حزمة كاملة من المميزات زي السكن والأكل والمكانة الاجتماعية العالية. وهنا النقطة الأهم، الهيكل هذا كله اللي قائم على الأقدمية والانضباط الشديد والمسار الوظيفي الواضح ما خلق جيش بس، لا، هو خلق دولة داخل الدولة. الانكشارية صارت مؤسسة قوية ومكتفية بذاتها لدرجة إنها هي نفسها كانت مركز القوة الحقيقي في الإيالة. إذن لو حبينا نلخص الموضوع، هذه هي خلاصة القوة. أولاً، هيمنة مزدوجة على البر والبحر. ثانياً، نظام ترقية فريد من نوعه يفتح باب السلطة للكل على أساس الجدارة. وفي النهاية، جيش ما كان مجرد أداة في يد الدولة، بل كان هو الدولة نفسها. وفي الأخير، نترك هذا السؤال مفتوحاً للتفكير: كيف أثر هذا الإرث العسكري العظيم بتاريخه الطويل من القوة والنظام والهيمنة على هوية الجزائر وتطورها عبر القرون؟ هذا هو الإرث الباقي لواحدة من أقوى المؤسسات العسكرية في زمانها.